لو أنت في ثانوية عامة أو أزهرية فالفيديو ده ليك. في مشكلة خطيرة جدًا أغلبنا بيعملها وممكن تضيّع عليك مجهودك الفترة دي، وهو إنك تتفرج على الحل طول اليوم من غير ما تحاول أنت بنفسك تحل، يعني تسمع فيديوهات من غير ما تحل أنت بنفسك، فتحس إنك فاهم، مع إن أول ما تمسك سؤال لوحدك تكتشف إنك مش عارف تحل، وده شعور مرعب بالمناسبة، إنك تبقى طول اليوم بين شرح ومراجعات وفي الآخر أول سؤال يهزك، بس المشكلة مش في ذكائك ولا في مجهودك، المشكلة إن دماغك اتعودت تتابع مش تفكر. ودي من أكتر الحاجات اللي ندمت إن أنا ما عرفتهاش بدري، إن الحل الحقيقي مش إنك تخلص أكبر عدد من الفيديوهات، الحل الحقيقي إنك تدخل تتخانق مع السؤال بنفسك لحد ما تحله، تغلط وترجع تشوف الفكرة من تاني وبعدين ترجع تحاول تاني، تدوخ دماغك مع السؤال، وقتها يبقى قابلني لو نسيت السؤال تاني. لأن اللحظة اللي بتتعب فيها وأنت بتحاول تجيب المعلومة هي دي اللحظة اللي المعلومة بتثبت فيها فعلا. عشان كده لو عايز نصيحتي بجد ما تقضيش يومك كله بتسمع ناس بتحل، اللجنة مش بتختبر الشرح اللي في دماغك، اللجنة بتختبر هل هتقدر تعتمد على نفسك ولا لا. تنساش لو عندك معلومة داري في كومنت وارد عليك. سلام.